إسعاد راجعتنا. غرف سوداء، شباب مدربون على التعامل مع الفيسبوك ووسائل الإعلام، أطباء نفسيون، وفضائيات مساحات بثها غير محسوبة. المساهمة بتوتير الأوضاع في سوريا دورهم، وبث الإشاعات أداتهم. فالسوريون برأيهم طيبون بسطاء يصدقون كل ما يقال لهم، فكيف إذا ما قيل أجمعت على ترديده وسائل الإعلام ومن جهز للقيام بالمهمة؟ مع بدء خروج عشرات السوريين الذين يطالبون بإصلاحات محقة، بدأت ماكينة الإشاعات عملها، فتصعيد الموقف أجندة واضعي المؤامرة لزعزعة استقرار سوريا والضغط على قيادتها للنيل من مواقفها المبدئية الصامدة. ساءهم اعتراف القيادة بشرعية مطالب البعض، وهذا ما يقطع الطريق على النهاية المرسومة للشارع السوري. إذن لا بد من التحرك. الشائعة والتي تنتشر كالنار في الهشيم كانت لعبتهم. الأمن يطلق النار، المتظاهرون السلميون يقتلون. أما عنصر تأكيد الشائعة فهي صور التقطتها كاميرات هواتف محمولة لا يمكن التحقق من صدقيتها، فيما الأيام أثبتت تنقل كثير من هذه الصور ما بين اليمن وليبيا وسوريا. أطفال سوريا ودون مراعاة لطفولتهم ودمهم تحولوا لأداة تجييش منقطعة النظير ضد النظام في سوريا، فهم يقتلون برصاص الأمن، هكذا يسوقون رواياتهم. ومن منا لم ينس كيف تمت المتاجرة بصور الشهيد حمزة الخطيب وادعاءات تعرضه للتعذيب رغم نفي ذويه والطبيب الشرعي لتلك الادعاءات. آخر ابتكاراتهم في قطر صور تعلق في المولات والمجمعات التجارية لأطفال عيونهم تذرف الدماء يطلبون الإغاثة والدعم المادي، أمر المراد منه لم يعد خافيا على أحد. إلى جوقة بث إشاعة الفتنة والتحريض انضمت قناة الحوار الفضائية. القناة طلبت من مدير مكتبها في سوريا فبركة الأفلام والصور والفيديوهات بهدف تضليل الرأي العام وقلب حقيقة ما يجري على أرض الواقع، ما دفعه للاستقالة من عمله. ويسجل له قوله: إن الكثيرين ممن يحرضون على سوريا ارتكبوا خطأ كبيرا عندما لم يدركوا جيدا معنى كلمة سوري والدم السوري. الشائعات والحرب النفسية الشرسة التي تشن على سوريا تقابل بوعي شعبي أذهل المتآمرين قبل غيرهم. فالسوري الأبي الذي أبدى وحدة وطنية رائعة أدار ظهره لشائعات تريد الشر لوطنه، ولسان حاله يردد: على الباغي تدور الدوائر.